اجري ورا اللي ما بتحبوش وابعد عن اللي بتحبه. عارف النصيحه اللي غيرت حاجات كتير في حياتي وغيرت طريقه تفكيري وخلتني اقدر اتغلب على الكسل؟ بص، علشان مش عايز دماغك تروح مني لبعيد، بس مش اللي جه في دماغك خالص هو ده اللي انا اقصده. المقصود ان انت تشوف ايه اكتر حاجه انت ما بتحبش تعملها وهي دي اللي ترمي نفسك فيها، وتشوف ايه اكتر حاجه انت بتحب تعملها وهي دي اكتر حاجه تبعد عنها. فمثلا لو انت بتحب تاكل مانجا، احرم نفسك منها لفتره معينه. لو انت بتحبش تاكل سمك، اغصب على نفسك انك تاكله مره ولا مرتين في الشهر. مثلا لو انت بتحب تتفرج على افلام، ابعد عن الافلام فتره معينه انت تحددها لنفسك وتكون فتره كبيره بحيث ان انت تتعبك. لو انت مدمن تليفون والسكرولينج على التليفون، ابعد نفسك عن التليفون كل يوم مثلا 3 4 ساعات. 3 4 ساعات انت بتبقى محددهم قاعد فيهم فاضي، ما عندكش اي حاجه وما بتمسكش التليفون. 3 ساعات تكون فاضي فيهم وتغصب على نفسك انك تبعد عن التليفون. الهدف من الحوار ده كله هو تهذيب النفس وترويضها. وعلشان تقدر تتغلب على الكسل لازم تعتبر نفسك محطوط في دايت قاسي وتغصب على نفسك انك تحققه وتنفذه. من الاخر انا عايزك انت اللي تبقى بتتحكم في نفسك، مش هي اللي بتتحكم فيك. ده برضو لا اراديا هيدربك على موضوع جهاد النفس وانك ازاي تقدر تتغلب على اي معصيه. وخلي بالك لازم تعود نفسك ان هي تعمل الحاجه اللي هي مش عايزاها، لان غالبا اي طريق هيخليك شخص ناجح نفسك مش عايزه تمشي فيه او مش هتبقى مبسوطه وهي بتمر بيه. وافتكر ان انت علشان تنجح لازم تذاكر، ومحدش فينا بيحب المذاكره. علشان تبقى شخص ناجح وغني لازم تحرم نفسك من الحاجات اللي انت بتحبها. وعلشان توصل للجنه لازم تقاوم الشهوات اللي ربنا نهانا عنها. لو حابب تغير حياتك للاحسن ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان ممكن تستفاد بنصيحه او معلومه وتفرق معاك في حياتك زي ما فرقت معايا.